في يوم 23 أغسطس عام 1971 دخلت سيدة أسبانية اسمها ماريا جوميز بيريرا مطبخها كالعادة اليومية لتحضير الطعام للعائلة، لكن وهي في مطبخها مشغولة بعملها لفت نظرها رسم ظهر على الأرض وكأنه وجه. ظنت للوهلة الأولى إنها بتتخيل، لكن مع مرور الوقت بدأ الوجه في الظهور أكتر وأكتر لدرجة الوضوح. حاولت ماريا إنها تمسح الوجه مرة بإيديها ومرة بالماء ومرة بالمنظف الكيميائي، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل. ولأنها كانت لوحدها بالمنزل دب الرعب في قلبها، وخرجت من المنزل للشارع في انتظار عودة زوجها وابنها من عملهم. جوزها خوان بيريرا لما رجع من شغله وجدها أمام المنزل، فسألها عن سبب انتظارها خارج المنزل، فحكت اللي حصل في المطبخ. فدخل جوزها المطبخ يتأكد من حكاية زوجته، ولقى الرسومات ظاهرة بالظبط زي ما وصفت ماريا. حاول خوان بيريرا انه يمسح الوجه بإيده مرة وبالماء مرة تانية، لكن برضه معرفش، وكل الوقت ما يعدي بيظهر الوجه أكتر وأكتر، الأمر اللي استفز خوان بيريرا جدا، فقرر تكسير البلاطة واستبدالها. بعد استبدال البلاطة ب4 أيام دخلت ماريا مطبخها عشان تتفاجئ بنفس الوجه بيظهر في البلاطة الجديدة، ولكن المرة دي جوزها كان موجود بالمنزل وندهت عليه بصوت عالي. ولما دخل المطبخ أصيب بالصدمة من المنظر وفضل واقف يكلم في نفسه. وفي مقابلة تلفزيونية قال جوزها: ما فوتش اللي على صوت زوجتي ماريا وهي بتسألني هتعمل ايه. في المرة دي قرر خوان بيريرا انه يكسر بلاط المطبخ بالكامل ويقوم باستبداله، لكن ايام معدودة ورجعت الرسومات تتشكل على البلاط مرة تانية، واللي زود حيرتهم ظهور وجوه تانية لأطفال ونساء ورجال معظمهم مشوه وملامحهم غريبة، ومنهم اللي تحس انه بيبصلك بطريقة مباشرة. انتشر الأمر في المدينة بالكامل وبقى حديث الجميع، الأمر اللي جعل السلطات في الوقت ده تيجي بنفسها تتحرى الأمر لتكتشف صدق الحكايات المتداولة في المدينة. وبالعودة لتاريخ البيت تم الكشف إن المنزل تم بناؤه مكان إحدى الكنائس القديمة، فقررت السلطات بالتنقيب في المطبخ المشؤوم، ليتفاجأ الجميع بثلاث جثث بدون رؤوس وعظام بشرية لأطفال ونساء مدفونين تحت أرضية المطبخ، وتم نقلهم لأماكن أخرى، وتم ترميم المطبخ للمرة الثالثة. أيام قليلة وتفاجأت ماريا بالوجوه بتظهر مرة ثالثة، ولكن هذه المرة مختلفة عن كل مرة، لأن في المرة الثالثة دي كانت الوجوه بتظهر وتختفي وتتشكل كل مرة مختلفة عن المرة اللي قبلها. وده خلى رجال الدين والعلماء يضعوا تفسيرات لهذه الظاهرة الغريبة. منهم من قال إن ماريا هي السبب في كل هذه الأحداث، لأنها المكتشفة الأولى لجميع الصور، وأكيد دي رسالة ليها شخصيا. ومنهم من قال إن الصور بتظهر بالتخاطر وحديث النفس. ومنهم من قال إنها رسالة من العالم الآخر لسكان المنزل. واتفق الجميع إن ماريا هي سبب كل ما يحدث، وعجز الجميع أمام الظاهرة المرعبة، وفضلت العائلة لوحدها تواجه المصير الغامض. حتى عام 2004 توفيت ماريا عن عمر يناهز 86 عام، ولم تختفي الوجوه من على البلاط، بل لازالت لوقتنا هذا تظهر وبتختفي وتتشكل. وده هياخدنا إن ماريا ملهاش علاقة بظهور الصور أو اختفائها. وبعدها أصبح المنزل مزار سياحي لمحبين الغموض والاكتشافات، وإلى يومنا هذا المنزل مفتوح للجميع. قصة ماريا هتاخدنا لقصة تانية، لكن المرة دي مش في أسبانيا. قصتنا اللي تشبه قصة ماريا حدثت في مصر في محافظة المنوفية، لما اتفاجئت عيلة مصرية بصورة على السيراميك لأشخاص في الحج بملابس الإحرام، وقالوا إن السيراميك ده قديم وأول مرة من سنين يشوف المنظر ده. وفي اليوم التاني اتفاجئوا بصورة تانية لحجاج تانيين، والموضوع سمع وكتبت الصحافة والإعلام المصري عنه، وكترت اللقاءات التلفزيونية وصور البلاط. وتم فحص بلاط المنزل بالكامل، لكن ما لقوش حاجة، ليتفاجئوا بعدها بفترة بنفس الصور لكن تحت السرير لحجاج من بيت الله الحرام بملابس الإحرام. وتدخل أهل الدين وكان تفسيرهم إن ده بلاط عادي واتكسر واستخدم بعد كده، وأصحاب المنزل ما كانوش واخدين بالهم. بعدها بفترة قصيرة
خرجت عائلة تانية تكشف عن صور جديدة لحجاج بيت الله الحرام، لكن في المرة التانية تم التعرف على واحد من اللي في الصور، ولما حضر قال فعلا ده أنا وأنا في الحج. وفسر أحد رجال الدين إن دي إن صدق القول علامة لقبول الحج.